النهارده بقى هندمس فول وهندمسوه في الحله، وهقول لك يطلع اللون الحلو الكهرمان ده ازاي. تعالوا بس نسموا بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالي اقول لك بقى مع سر الصنعه، قناه سر الصنعه، هقول لك تدمسي احلى شويه فول لشهر رمضان. هتفضلي طول الشهر باذن الله هتدمسي يعني مرتين ثلاثه في الشهر المفترض كله. ماشي يا بنات، تعالوا كده زي ما قلنا نسموا بسم الله. وهقول لك عايزه بقى هتدمسي كيلو حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. هتدمسي كيلو، هتدمسي نص، هقول لك تدمسيه ازاي. اولا كده تعالى اقول لك بس الفوليه البلدي من الفوليه المستورده تعرفيها ازاي. الفوليه البلدي بتبقى قد عقله الصبع ومبططه يا بنات وفاتحه كده، انما الفوليه المستورده تبقى صغيره ومدوره. استبعديها دي وهاتي الفوليه البلدي، وامسكي الكيلو او النص كيلو نقيه وامسكيه اغسليه غسله حلوه ونقعيه ساعه. بس كده يا بنات ماشي. هتنقعيه ساعة، هتجيبي بقى الحلة جيبي الحلة أو الفوالة بتاعتك. وهقول لك بقى إيه، ما عندكيش فوالة زي حالاتي هتجيبي حلة، وهخليكي تعمليه نتيجته ناجحة ولا يسود منك ولا أي حاجة. ماشي. أنا هنا كانت المية معايا سخنة، فحطيت عليها الفول. وهقول لك السر اللي هيخليه معاكي اللون الكهرمان الحلو ده ازاي. ماشي يا بنات، انا حطيت نص معلقه السر. بس ايه، هقول لك احنا حطينا الفول على الميه اللي بتغلي، ورجعنا حطينا معلقتين فول مدشوش. ماشي يا بنات الحور. وكنت حاطه نص ليمونه تحطيها مع الميه. ماشي. وهتحطي جزرايه صغيره، ما عندكيش جزر حطي معلقه سكر عليه. بس يا بنات بصوا بقى الجمال. وتسيبيه طبعا ايه يغلي بقى، ايه توطي عليه النار شمعة خالص. وتبصي عليه ايه يعني ايه مرتين ثلاثة بس. ولما تيجي تفضي بصي برضو ملحوظة عشان ما يسودش منك. بصي اللون جميل ازاي. بصوا يا بنات، انا مسكت سخنت ميه غليتها برضو وفضيتها عليه. ما بزودهوش ميه من الحنفيه خالص، لازم الميه تكون بتغلي زي ما بتسلقي اللحمه كده. وهتوطي عليه برضو شمعة خالص خالص. هيقعد معاكي بتاع 3 ساعات يستوي يا بنات. ماشي. وبيطلع بقى النتيجه الناجحه دي ولا بيسود منك. وبصي الليمونه معايا اهي زي الفل. هي دي بقى سر الصنعه في ايه، في الليمونه، في معلقه الخل، في نص معلقه الكركم اللي حطيتها ونسيت اقول لكم عليها. هي دي سر الصنعه وسر اللون بتاعه الجميل ده. نص معلقه الكركم يا بنات. ماشي. في ناس طبعا بتحط له البابريكا، بس انا بحطيت اول مره اجرب الكركم، اعطاني نتيجه حلوه واعطاني لون حلو قوي. وبتمسكيه بقى تعمليه، عايزه تعمليه بقى بثوم، عايزه تعمليه بطماطم، عايزه تضربيه في الخلاط زي ما انا عملت، زي ما بتشتريه من بره كده في العلب. وتحطي عليه الطحينه بتاعتك والكمون بقى والملح وشويه الشطه. بيطلع تحفه يا بنات. ما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس. والفيديو ان عجبكم بقى لايك بقى وشير للفيديو. ماشي يا بنات، مع سر الصنعة ان شاء الله هتشوفوا كله جديد وهتشوفوا احلى حاجات في قناة سر الصنعة. وبصوا بقى الفول وجماله بقى بيتكلم عن نفسه. وجربوا الفول وهيعجبكم ان شاء الله. وجربوه بقى بالمقادير بتاعتي واللي انا قلت لك عليه واسراره، الليمون والكركم والخل ومعلقه السكر لو ما عندكيش جزر. وبيطلع نتيجته تحفه. وبصي القشره دايبه. بصوا يا بنات دايبه. بصي القشره بتك عليها اقسم بالله دايبه. جربوه كده. الليمون ما بيعملوش اي حاجه، او بيحافظ ان اللون ما يسودش منك. ومعلقه الخل بتساعد برضو على التسويه مع السكر. ماشي يا بنات، ومع الف سلامه.